الدولة الإدريسية عاصمتها فاس. الدولة المرابطية عاصمتها مراكش. الدولة الموحدية عاصمتها مراكش. الدولة المارينية عاصمتها فاس. الدولة الوطاسية عاصمتها فاس. الدولة السعدية عاصمتها مراكش. الدولة العلوية عاصمتها الرباط. كل هاد الدول المتعاقبة على المغرب واللي كانت العاصمة ديالهم في المغرب كلهم كانوا عريانين وتسنينا حتى ل 1515 باش يجيو العثمانيين يجيبوا داكشي ديالهم ويأسسوا لنا إيالة الجزائر باش يعطيونا ما نلبسوا. الله يخلف عليهم. والكارثة العظمى في هذا الموضوع هو أنه الجزائريين ما كيحشموش المكسب ديال الناس عريان، وكلمة جوج يقول لك ديالنا جابوه لنا العثمانيين. العثمانيين شنو جابوا لكم وانتم شنو اللي ديالكم إلا كانوا العثمانيين جابوا لكم؟ ونزيدك يا الكورغولي يا اللي شفتيها بغيتيها كاملة واللي ما شفتيهاش بغيتيها حتى هي كاملة. غير بالعقل وبالمنطق حنا فيما كتكون عندنا شي مناسبة كيحضروا رجال الدولة لابسين الجلالب إضافة إلى نساء الدولة حتى هما لابسين الجلالب. أعطيني شي واحد فيكم تيدير هاد العادة. ومن إمام القطة إلى بونيف ما كتميزوش ما بين الجلباب الرجالي والجلباب النسائي يا عديمي الثقافة والهوية والتاريخ. المغرب هو الأصل والجزائر استنساخ فاشل. تحياتي لكم جميعا.